احط فلوسي فين عشان امن مستقبلي؟ ذهب، دولار، عقار، ولا اسيب فلوسي في البنك؟ زمان حسين صبور، واحد من اذكى المستثمرين ومن اكبر رواد العقار في مصر، قال كلمه، قال ان العقار هو الاستثمار اللي ما بيخسرش. بمعنى اصح، لو بصينا حوالينا هنلاقي ان اغلب المستثمرين بيشيلوا جزء كبير جدا من استثماراتهم في القطاع العقاري. مش صدفه، صح؟ تحط فلوسك في البنك قيمته بتقل بسبب التضخم، تشتري ذهب او تحتفظ بدولار السعر طالع نازل مش ثابت على حاجه، انما العقارات قيمتها بتزيد مع الوقت والطلب عليها عمره ما بيقل. فاكرين زمان الشقه بتاعت الزمالك والمعادي ومصر الجديده؟ فاكرين اسعارها كانت عامله ازاي؟ نفس السيناريو هو بيتكرر معانا النهارده، بس في العاصمه، تجمع سادس، مستقبل سيتي، وكمان في حاجات في الساحل. انا شايف ان اللي بيستثمر النهارده هو اللي اكيد هيكسب بكره، لان الفرق بين الذكي والعادي، الذكي هو اللي بياخد القرار النهارده دلوقتي في الوقت المناسب. العادي هو اللي دايما بيقول يا ريتني، يا ريتني اشتريت، يا ريتني بدات من بدري، يا ريتني كنت بدات من فتره كبيره. اتمنى تاخد القرار، لان المستقبل ما بيستناش.